لم يتم التحاق حسن ألاس بالرجاء البيضاوي دون أن يترك وراءه القيل والقال بشأن مغادرة فريقه السابق اتحاد المحمدية دون إشعار مسبق لإدارة ناديه، خطوة حملت معها عديد الأسئلة تهم مصير هذا الانتقال. الرجاء البيضاوي لم يتردد في تحديد موقفه تجاه هذه القضية. التخطيط ديال الجامعة يقولوا على أن كل لاعب ما عندوش عقد مع أي فريق يعتبر حر. انطلاقا من هذا القانون هذا تعاقدنا مع اللاعب، ولكن جميع الترتيبات حنا خديناها لأن قلنا للاعب على أنه ما يمكن ديك الاتفاقية اللي درنا معاه تكون سريعة المفعول إلا بعد تأهيله من طرف الجامعة. هذاك التعويض على التكوين ما دخلش في هذا الاطار هذا، لان هو عنده قوانين ديالو، عنده واحد العدد ديال الحوايج. قضية قد تحرك مبكرا مسطرة قانون اللعب التي ظلت هاجسا تقلق اللاعبين في انتظار الحسم في وجهة ألاس النهائية.